السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو كله نشاط، والنهاردة الجمعة، ربنا يجعلها جمعة مباركة عليكم. فيديو بقى النهاردة كده عند الطيور، هوريكم البط بتاع رمضان ودورة الفراخ اللي احنا جايبينها مع بعض بتاع رمضان. وهنشوف البط اللهم بارك وصل لأحكام ازاي وبقى وزنه ازاي، هنذبحه ولا لأ، وهنعمل معاه ايه بالظبط. فتعالوا بقى لايكاتكم الحلوة كده وكومنتاتكم اللي تفتح النفس، ونسمي ونصلي على الرسول ونصلي على الحبيب محمد النهاردة كتير. كل سنة وانتم طيبين. اول حاجة كده بقى هقول لكم تفاصيل كل حاجة، بس زي ما انتم شايفين كده، وده منظر السطح عند الطيور. هكنسه بقى الاول وننضف الدنيا نشوف احنا هنعمل مع بعض ايه. وتعالوا بقى نشوف الخير كده. اهم حاجة كده لايكاتكم وكومنتاتكم ودعواتكم الجميلة اللي هي تفتح النفس، لان بردك فيديو بتاع البط البغالي ده او البط المستورد او البط المسكوفي كنا جايبينه مع بعض من البداية. هو دلوقتي حاليا يوم، يعني هنقول عمره بالظبط، هو عنده دلوقتي 70 يوم. 70 يوم بالظبط. هو حان الآن الذبيح منه، يعني خلاص كده نفس الذبيح. اللي بيحب يذبحه عمر صغير كده يذبحه عادي، مفيش مشكلة. اللي بيسيبه يكبر شوية كده عادي مفيش مشكلة، بردك براحتكم. انا ان شاء الله باذن الله هبدا بقى ايه اذبح منه. بس الصراحه انا كنت عاوزه اسيبه كمان اسبوع ولا اي حاجه كده، فنشوف التقيل اللي فيه نذبحه، والخفيف نسيبه ايه، نسيبه يتقل. زي ما انتم شايفين بقى، زي ما انا قلت لكم كده، ده السطح اهو. هنضفه لهم واقول لكم على الكلفه والحاجه اللي انا باكل فيها البط. انا لغايه الان باكله علف على دش. لو انت بقى عاوزه تخلطيله ممكن تاكلي علف على دش على عيش على رده. مية مية. مش عاوزة تخلطي وعاوزة توفري معاكي أكل، لو فايض أكل عندك من بتاعة البيت، يعني الأكل اللي فايض من المطبخ كده تحطهوله عادي مفيش مشكلة. بس أنا بجيبه بذبحه على ال70 يوم بالكتير أوي، يعني هو كده 70 يوم. في ناس بتقعده اكتر من كده، بس انا لا، يعني انا بسم الله ما شاء الله، هم احنا كنا جايبين مع بعض اللهم بارك 6 بطات. كنا فاكرين يومها ان احنا جايبين البطة ب115، يعني البطة الواحدة كنت جايباها ب115. انا بجيبهم مرتين اتنين في السنة، مرة رمضان والعيد الصغير، ومرة تانية يبقى بعد العيد على طول، العيد الصغير للعيد الكبير. هما مرتين اتنين في السنة اللي بجيبهم، عشان طبعا انتوا ايه عارفين المكان وكده. نضفت للطيور وكنست السطح. تعالوا بقى ايه نحط لهم الاكل. عندنا شويه ورق خاص رميناهم للفرختين البلدي والبطتين البلدي. وجبت بقاش كده شويه عيش بلتهم، احط لهم عليهم شويه سرس شويه رده وشويه ذره، واحط بقى ايه البط يفطر كده بالف هنا ليه احنا كمان. يا اخواتي، زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات بتاع السمنه، ناس كتير تطلب اوردرات، بس عاوزه الحاجه توصل لها لغايه البيت. انا والله العظيم انا زي ما قلت لكم انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اوفر لكم في موضوع الشحن ده بالذات. يعني ناس كتير قوي كنت متفقة معاها ان الحاجة توصل لها قدام البيت في شركة شحن، لانها هتبقى غالية ومكلفة. اللهم بارك، اوردرات اسكندرية طلعت امبارح، وصلت بسلام وبخير في العربية بتاع اسكندرية، والامور كانت بسيطة وكل حاجة. القاهرة ان شاء الله هنوصل في كل الاماكن بتاع القاهرة. اي حد بقى عاوز يطلب الاوردرات. وناس كتير قوي بتقولي انت ما بترديش على، اما احنا بنسيب لك تعليقات وكده ما بترديش علينا في الكومنتات ليه؟ انا برد عليكي، برد عليكم كلكم عشان انتوا على دماغي من فوق. ادعوا لي بس دعوة حلوة في ليلة زي دي كده، يمكن ربنا يستجابها منكم. برد عليكم والله، وبقول لكم التواصل والتفاصيل كلها واتس. انا بسيب رقمي، انا سايبه رقمي على لمحة، وسايبه رقمي في التعليقات المثبتة اللي بنزلها في الفيديوهات. وهقول رقمي تاني، رقم التليفون بتاعي اللي عليه الواتس 01010983564. ده رقم اللي انتوا تتواصلوا معايا. اي حد طلب اوردرات
او اي حد عاوز يعمل اوردر ان شاء الله الحاجة توصل لكم باعلى جودة وباحلى سعر ان شاء الله. انا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان شاء الله باذن الله ناويين نعمل عروض تخفيضات شوية كده يعني، بس حاجات بسيطة لشهر رمضان الكريم، ومناسبة بردك ان يبقى في موسم العيد وداخل وشهر كله خير وبركة ان شاء الله باذن الله. فبالله عليكم بقى كده ساعدونا وقفوا جنبنا كده عشان الموضوع يكبر والمشروع يكبر ان شاء الله باذن الله. كده بقى هو حطينا للبط ياكل، كنسنا له السطح، خلى الدنيا نظيفة ومفيش اي مشكلة. عاوزة بقى ايه اخش اجيب لكم بطة كده امسكها عشان خاطر بردك ايه اوريكم وزنها. انا ما كانش فيه ميزان، هو بسم الله ما شاء الله، بس يعني عن ما شلته كده كانت وزنها تعدي ال5 كيلو او تجيب 5 كيلو. فهو في الوقت ده في العمر ده لما البطة البغالي يجيبها 5 كيلو، هو يعني المفروض 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو، تبقى البطة البغالي كده كده 100. لان هو مشكلته البط المسكوفي المستورد ابو عين حمرا البغالي لو سبتيه زيادة عن حقه بيفرخ تاني، بتضطر اللي انتي تأكليه علف تاني او تلغغيه. فاحنا هنذبحه ان شاء الله وهو ايه وهو صغير كده. انا بقى اكلت دول ودخلت عند الحمام اكلته. اخش بقى انا اكل البط بقى البط عندي كده عشان خاطر عاوزه بس اشيلكوا واحده كده تشوفوه. بسم الله ما شاء الله. عاوزه بس اوريها لكم على الطبيعه. هي دي بسم الله ما شاء الله، ودي يعتبر يعني دي مش تقيله قوي، بس هي بسم الله ما شاء الله عشان ما يبقاش مسلل بقى. انا زي ما قلت لكم كده هو نسيبه بس ينشف كده يومين. يعني مثلا لو انت بتذبحي على 70 يوم ممكن تذبحي على 75 يوم او 80 يوم يبقوا حلوين. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. جميلة. انا بحب تربية البط ده عن تربية البط البلدي. انا ماليش في تربية الصراحة البط البلدي، الا لو بطة مثلا نمت عندي وطلعتني يبقى يبقى خير وبركة. ما فيشي ما بشتريهوش. بحب انا اشتري البط ده يعني الدكر بيبقى دكر دكر محترم كده وكويس. انا دائما بحب اجيب الحاجة اللي هي السريعة اللي تيجي معايا على طول، زي الفراخ الجميزة والفراخ الساسو الحاجات دي. وبجيب بقى الفراخ البلدي دي لتربية لأربيها للبيض. يعني اجيب الفراخ البلدي للبيض، ما اجيبهاش بقى لحاجة كده. اكلنا الحمام، نخش بقى ناكل الفراخ كانت داخله تاكل عشان باكلها. حطيت له بقى شويه كده علف اهو، على شويه على شويه دش. هو فيديو بسيط ولطيف عشان الناس اللي بتقول لي يا دعاء انت ما عادش بتنزلي فيديوهات ليه. والله العظيم انا نفسي اعمل روتينات رمضان بس مكسله، نفسي اعمل تجديدات رمضان بس مكسله. فان شاء الله كده بس ربنا ييسر ييسر الامور. وفي حاجات كده زي ما انا قلت لكم انا مش هعمل اي تجديدات ولا اي حاجه غير اللي احنا هننضف المطبخ. هنجيب شويه زينه كده نعملهم في المطبخ، واحنا عندنا زينه رمضان وكده. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. دي بقى الفراخ لو تفتكروا اللي احنا كنا جايبينها بردك مع بعض. حان الوقت بردك للذبيح اهو. اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. يعني بردك هما كده يعتبر بردك لسه ما جابوش الا 40 يوم، لسه ما جابوش الا 40 يوم. لسه باكلهم علف وسط. انا بحب العلف الوسط عن العلف الخشن لان السموم بتاعتها بتبقى اقل وكده. كان كمان جالهم دور برد ده اثر عليهم قوي. هتلاقوا في احجام صغيره وفي احجام كبيره، بس بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. الدوره ماشيه حلوه يعني الحمد لله. أنا بقى عملت لهم دلوقتي على العلف. حطيت على العلف حلبة حصى وروزماري. الروزماري لو في برد ولا حاجه، والحلبة ترفع المناعه وتزود وتزود بردك الاوزان. ونرفع العلافات شوية عشان خاطر ان هم يبقوا صدرهم بسم الله ما شاء الله يشيل وزن وكده.
ان شاء الله باذن الله بردك نجيب دورة رمضان، لان دي مش دورة رمضان دلوقتي. احنا مثلا ايه، ليلة 27 رجب، هيبقى عندنا 27 رجب وهيبقى عندنا شعبان. إيه يعني نذبح ايه، هنعدي 5 ايام ان شاء الله باذن الله في رمضان ونقوم دابحين. يعني اللي عاوز برضك يجيب دورة رمضان، لسه دلوقتي في فرصة اللي انت تجيبي دورة رمضان. والفراخ دلوقتي بدأت تريح، والكتاكيت بدأت سعرها تنزل من بعد ما كانت ب30 وب33 الفترة اللي فاتت. دلوقتي بقى الكتكوت وصل تاني 18 جنيه و17 جنيه. فجيبي وحضني ودفي، بس اهم حاجة في الوقت دون لدورة رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد. ما تنسوش تصلوا على النبي، وما تنسوش تكتبوا لي كومنتات حلوه، وياريت توصلوا الفيديو ده لاعلى عدد من المشاهدات واعلى عدد من اللايكات. صلوا على النبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم اجمعين. بسم الله ما شاء الله. لما بتمشي الدوره صح وتاكلهم صح وتحافظ عليهم صح، الاوزان دي اللهم بارك لسه ما جبناش، اللهم بارك اللهم بارك، ما جبناش الا 40 يوم ومعانا الاوزان دي الحمد لله، رضا يا رب. عشان نزود الوزن هما حاجتين اتنين لتزويد الوزن، هي يعتبر احسن حاجة هي الحلبة، سواء الحلبة الناعمة او سواء الحلبة الحب اللي هي الخشنة، والخميرة. هما دول افضل حاجتين اتنين لزيادة الوزن، وحاجة بسيطة ومش مكلفة، ب10 جنيه هيقعدوا معاك حبة حلوين. كيس خميرة فورية اللي هو ابو 5 جنيه، مفيش خميرة فورية تبقى خميرة بيرة. دول احسن حاجات تقدري بيهم تزودي الوزن. نبدأ نحط الحلبة الحصى من امتى؟ يعتبر من نعد اول اسبوع ونبدأ نحط ايه حلبة حصى، ونعد 10 ايام ونبدأ نحط إيه حلبة خمير، إيه خميرة، خميرة فورية او خميرة بيرة. هما دول احسن حاجة لزيادة الوزن الصراحة للفراخ.